الولد خد كل فلوس ابوه اللي كان حوشها طول عمره ومشي من غير ما يقول لحد، وراح على البورصه اشترى سهم كان واقع جدا، محدش كان بيتوقع له اي مستقبل. حتى واحده من كبار المديرين التنفيذيين هناك وكانت ست جميله قربت منه وقالت له بلطف: البورصه شكلها حلو دلوقتي، بس السهم اللي انت اشتريته ده ميت مش هيقوم تاني. وقالت له: رجع مدرستك يا حبيبي، بلاش تضيع وقتك هنا. بس الولد بصلها وقال بكل ثقه: في ازمه عالميه جايه، ولما تحصل اسعار الذهب هتولع وسهمي ده هيطلع زي الصاروخ. المديره ضحكت وقالت له: يا ابني خليك في مدرستك، انت مش فاهم حاجه. اللي هي ما كنتش تعرفه ان الولد ده اتولد من جديد وكان عايش حياته التانيه. في حياته الاولى بعد ما اهله اتطلقوا راح يعيش مع امه، بس بعد فتره اكتشف ان امه كانت بتستغله بس علشان تاخد نفقه من ابوه. ولما عرف انه عنده مرض ميؤوس منه اكتشف حقيقتها البشعه، انها عمرها ما كانت بتحبه، وكل اللي كانت عايزاه انها تمص فلوس ابوه. كمان اجبرته يوقع باصبعه على ورقه تنازل فيها عن املاك ابوه. ولما الاب عرف مات من الحسره والقهر. لكن فجاه الولد رجع بالزمن وهو عنده 8 سنين يوم طلاق ابوه وامه، وساعتها بدون تفكير جري على ابوه وخلاه يوقع على ورقه الطلاق فورا، وقال قدامهم: انا هعيش مع بابا. ومن ساعتها الاب عمل كل اللي يقدر عليه علشان يربيه، صرف كل فلوسه علشان يعلمه، وكان بيشتغل ليل ونهار علشان يوفر له حياه محترمه.